يا مساء الفل عليكم. جايلكم وانا عندي برد عشان افاجئكم مفاجأة هايلة. طبعا لا، مش هعمل اعلان والكلام ده، بس ده يعني احسن محل سمك انا بتعامل معاه حاليا، وقلت اجيب لي اكله كده يعني ايه تزود البرد عليا بالمره. جبت مكرونه وجبت حاجه عظيمه جدا جدا، وهي كابوريا. كابوريا المفروض دي كابوريا ناتي، ومفروض ان هي مبطرخه. انا مش شايفه البطروخ، بس يعني هتمنى ان انا الاقيه جوه يعني. تعالوا نعملهم مع بعض ونشوف هنعملهم ازاي في اسرع وقت واسهل طريقه. وهي دي الكابوريا، شطفناها شطفه حلوه، شطفه بس كده من غير اي حاجه. تمام. بنيجي بقى عليها الكابوريا يعني ما بننضفش فيها حاجه، يعني احنا ما بنفتحهاش او كده، احنا بنسيبها زي ما هي كده. بس بنيجي بقى هنا بصوا من ورا كده في الجيب ده. الجيب ده بيبقى مليان رمل، في شعيرات كده، الشعيرات دي بتكون مليانه رمله، فلو عملناها وطبخناها كده الرمله دي بتنزل في الاكل. احنا بنعمل ايه؟ نجيبها كده، بس خلي بالكم عشان ما تعوروش طبعا من الاشواك دي. نجيبها كده حلو اهو، وهن ايه، هنقطم الحته دي كده. بسم الله، قطمنا ايه الحته اهي، وسيبنا الكابوريا اهي، وطبعا البطروخ باين اهو. تمام كده. هنشطفها تاني طبعا بعد ما عملنا كده. واحده كمان. بسم الله اهي، دي باينه قوي ان هي مليانه رمله، والرمله هي غامقه اهي. هنروح كسرناها كده. بسم الله اهي، ودي برضو ما شاء الله البطروخه اهي. هنكمل بقى نفس الموقف ده فيهم كلهم، وهنرجع تاني عشان اقول لكم هنسويها ازاي. تسويه الكابوريا مفيش اسهل منها. هما 3 حاجات هنحطهم عليها: فلفل رومي وتوم وبصل، بس كده. بنقطعهم تقطيع عشوائيه. وهنا انا بعمل تتبيله السمك عموما، دي تتبيله السمك، وهاخد منها جزء للكابوريا وجزء للسمك المكرونه. فهنا انا دقيت الثوم مع الفلفل الاخضر، وحطيت بقى ملح وبابريكا وسنه شطه وكزبره ناشفه وطبعا كمون، بنزود الكمون شويه في السمك بالذات. وهعصر على الخلطه دي ليمونه، هخلي الليمونه التانية هعصرها على السمك في الاخر. وطبعا تقدروا تزودوا ليمون زي ما انتوا عايزين. السمك المكرونه اهو بعد ما اتغسل واتصفى وكل حاجه واتنضف وكله، هجيب علبه تلاجة زي دي مخصصه عندي للتتبيلات. بتبل السمك على طول اهو، بضيفه بحط عليه الليمون وبغطيه واحطه في التلاجة عشان ريحته ما تنتشرش في التلاجة يعني. بعد كده بطلعه بعدها بساعتين او زي ما احنا حابين، وبنحطه في الدقيق نعفره بيه وعلى طول نقليه. اهو طبعا شكله فظيع ومرتب جدا. هنرجع بقى تاني للكابوريا، بس قبل ما نرجع للكابوريا هنتبل طماطمايه. طبعا انا ما جبتش تقطيعه الطماطمايه كلها عشان الفيديو ما يتحذفش. قطعناها كده، فتحناها زي ما تكون ورده، وبنحشيها بجزء من خلطه السمك دي كده متبله. وممكن نحط لها شطه، وممكن نحط لها نعناع ناشف، بس انا نسيت. حله بقى فاضيه من غير زيت ولا سمن ولا اي حاجه، هنحط فيها الكابوريا كده بعد ما غسلناها وصفيناها وشلنا الجيب اللي قلنا عليه بيكون فيها ده. هنحط عليها بقيه تتبيله الثوم اللي كنا عاملينها للسمك، وهنقطع عليها فلفلتين رومي متوسطين تقطيع عشوائيه، لان الخلطه دي اصلا احنا مش بناكلها. والبصله قطعت بصلايه متوسطه او صغيره برضو بشكل عشوائي هحطها عليها. وهنعصر ليمونه عشان برضو الزفاره. وهنحط بقى البهارات بتاعتنا: ملح وبابريكا وكزبره ناشفه وكمون، زي ما حطينا على تتبيله السمك هنحط هنا برضو. حلو جدا. مش هنحط بقى اي ماده دهنيه خالص، هنسيبها مع نفسها كده على النار. هنغطي عليها ونسيبها، وكل شويه هنبدا ننطق الحله، يعني نمسكها كده ونرجعها عشان الكابوريا تتقلب زي كده اهو. تمام. دي كده التقليبه الاولى. بعد كده اللون بتاعها هيتغير، هيبقى برتقاني زي ما شفنا المنظر الخطير ده.
هقلبها بقى بس بالماسك عشان يعني ما تقعش او حاجه. اهو بقلبها بس على الناحيه التانية. هي طبعا نزلت السائل اللي نزل ده منها، هي بتنزله وبتشربه تاني وخلاص كده. مفيش اسهل منها، ولا بقى في ريحه ولا في اي حاجه بتحصل. اهي كده هي استوت. هبدا بقى اطلعها في طبق التقديم، ومش هنعمل فيها اي حاجه تاني. بالهنا والشفا. وهي بتتاكل كده، بتتقزقز من غير رز. وبالهنا والشفا.